واطلعهن واحده واحده واخليهن بالطاسه. طبعا هاي السمكات اللي عندي ما اعرف شنو اسمائهن ونوعياتهن، كتبوا لي بالتعليقات اذا تعرفون. بس اكثر واحده عجبتني بالحوض هاي السمكه الكبيره. جبت الجهاز مال اكسجين وراح اخليه بهاي الطاسه حتى شنو يحافظ على السمكات وما يختنق. وهسه راح اطلع الاحجار اللي موجوده داخل الحوض وانظفهن، صار عليهن طحالب كلش ولونهن اخضر انقلب لون. هاي ليونا حبت تشاركني بالتنظيف، واحسن طريقه حتى تنظف بها الاحجار بسرعه وما تتعب نفسك، خلي شبكه صغيره بالفتحه مال المجرى مال السنك، وافتح المي الدافي وفور بهن يمنى يسرى مثل الغساله. صار النظيفات كلش. وهسه راح افتح عليهن المي الحار، هم راح تقتل شكو بكتيريا، وبنفس الوقت اذا اكو اصباغ والوان يوقع كلها. حولت على الحوض وهسه بالزاهو وبجلافه جلفه حيل كلش حد ما يوقع الوسخ اللي بداخله. وهسه نظف عندي كلش زين، وبالبازه لمعته ونشفته. وهسه راح نخلي الاحجار ورتبن، بس شوفوا الاحجار شلون يدخنن. الفكره من الاحجار يصيرن حارات حتى شنو يدفن المي بسرعه. طبعا ليونا كلش فرحانه بالسمكات. وهسه راح اترس الحوض بالمي هذا المال تانكي، انا دائما اخليه من يمي، وشغلت الفلتر والهيتر، وراح اخليه تقريبا المي 4 ساعات بدون ما اخلي السمكات بيه. طبعا من اترس الحوض كلش مزعج، ياخذ تقريبا 4-5 دبات مي. وهسه عند انترس وراح نتركه تقريبا 4-5 ساعات. ولا تنسون تنظفون الحساب وانتظرون الجزء الثاني انزلكم شلون صار شكل المي.